صباحنا وصباح النور لله. صحة التوقيع، مين صحة التوقيع وتعالي. من فضلك المبايع دي ممكن اسجلها هنا؟ حضرتك خلصت روح عندي الأستاذ. أنا هروح. واقفين بقالنا 3 ساعات. اتفضلي يا حاج. واحدة واحدة يا جماعة، نخلص لكم كل شغلكم. سؤال بس، المبايع دي من فضلك ممكن اسجلها هنا؟ لو سمحت. أنا بسألك سؤال ممكن ترد عليا؟ في إيه يا أستاذة؟ في إيه؟ فيني سألتك سؤال ممكن ترد عليا؟ أنا مش أخدت منك الورق؟ شوية صبر بقى. الله يكون في عونك يا أستاذ، إيه ما تقصدش. الله يكون في عونه في إيه؟ أنا سألتك سؤال يا أستاذة يا أستاذة شوية صبر، ما أنا أخدت منك الورق. بالراحة عليا. اتفضل يا بابا. ده تروح بيه عند مدام نشوى في الميكروفيلم. ممكن ترد عليا؟ نعم يا أستاذة. نعم. العقد ده يا أستاذة العقد ده لازم يتعمل له صحة. في إيه يا أستاذة؟ نهار اسود، مين السقف القليل الادب اللي عمل كده؟ وسعوا يا جماعة، وسعوا خلاص. في إيه يا أستاذ؟ يا أستاذة حد يكلمك. في إيه؟ واحد فيهم حط ايده على جسمي. أنت يا أستاذة تتبايع علينا، اتفضلي يلا يا أستاذ. ما تسوقش احترم نفسك. أنت بتسوقي لنا؟ أنت بتسوقي إزاي؟ عليك المكان يا فندم؟ لا شكرا. اتفضلي يا أستاذة. متشكرة. أنا عايزك بقى تهدي شوية كده. وانا مش ههدى غير لما يجي لي حق. لا مش وش يا أستاذة. أنا مقدر اللي أنت فيه، بس أنت برضو ضربت موظف حكومة. عملت ايه؟ ضربت موظف حكومة. لا على فكرة انا ما ضربتوش، هو اللي قام وزقني ورحت زقاه. بعد اللي حصل ده كنت عايز نعمل ايه؟ اقول له متشكرة جدا وامشي؟ هو أنت حضرتك يعني مش قلتي اللي عمل فيكي كده لا مؤاخذة يعني ما تعرفيش هو مين؟ إحنا نعمل إيه؟ تعملوا ايه؟ دي شغلتكم، انتوا تجيبوا لي حقي. حاضر، وإيه كمان؟ والمكان ده مكان حكومي، يعني فيه كاميرات، وانا اتعرضت فيه للتحرش. كاميرات يا أستاذة؟ أنت فاكرة الموضوع سهل قوي كده ولا إيه؟ ده محتاج إذن نيابة، دي لو كانت الكاميرات شغالة أصلا. ده شيء ما يخصنيش حضرتك، دي شغلتكم انتوا. امال انا جاي هنا ليه؟ بقول لك إيه، وطي صوتك، أنت ما عندكيش غير إن أنا أعمل محضر وآخد أقوالك وخلص الكلام على كده. اسمك بالكامل. اسمك أميرة عبد الهادي محمد الطحاوي. هو ايه اللي حصل مع الموزة الجامدة دي؟ بنت مجنونه، شوف لابسه ايه ومش عايزه حد يتحرش بيها. انا مالي انا حد يتحرش بيها؟ قعدت تصرخ وتزعق وتقول لك اتحرشوا بيا. بس دي عايزة تعمل لك محضر وبتقول ان انت السبب في اللي حصل لها. يا سلام، وانا اعمل لها ايه يعني؟ يا اخي حد يتحرش بيها، ان شاء الله حد يغتصبها، ما تغور بعيد عني. هي عايزه تلبسني تهمه؟ انا كنت قاعد قدامها على المكتب. السلام عليكم. وعليكم السلام. بالنسبة للمشكلة اللي حصلت، في واحدة عندكم اسمها مدام أميرة؟ دي عند الظابط جوه. منور. عاصم، انت لسه نايم؟ قوم يلا. أقوم فين؟ قوم، الساعة بقت 11. مش قادر، ما نمتش من امبارح. مش قادر ليه؟ في ايه؟ قوم قوم قوم. ايه ده؟ انت مال عينيك؟ مال عيني؟ ازرقت، بتحول. ازرقت ده إيه؟ انت بتقول ايه؟ قوم. طب فك مني يا ماما عشان عايز انام. ادخل. باشا، في محامي بره جاي مع ست اسمه نادر. خليه يدخل. اتفضل يا استاذ. نادر الملاح المحامي يا فندم. أهلا بيك، اتفضل. ايه اللي حصل؟ انت كويسة؟ انا زي الزفت. أكيد عرفت اللي حصل. اللي حصل ده جوه الشهر العقاري. المدام اتخانقت مع واحد جوه الشهر العقاري. واللي عمل كده يا فندم اتمسك؟ لا ما اتمسكش. لا ما اتمسكش، ولا المدام شافته. كل اللي في ايديا دلوقتي ان انا اعمل محضر، بس في مشكله تانية، ان الموظف اللي بره
رافض يتنازل، عايز ياخد حقه بالقانون، الاعتداء على موظف اثناء تأدية عمله. يا نهار اسود كمان. ثانية واحدة يعني أنا مش فاهم الحقيقة يا باشا. يعني يمد إيده عليها وكمان يتعمل محضر فيها؟ هو مش حضرتك محامي وعارف طبيعة شغل هنا إيه؟ بحقق مع الطرفين وابعت التحقيق ده للنيابة، والنيابة هي اللي بتبت في الموضوع، في إيه؟ لا مفيش حاجة. طب الموظف ده موجود هنا؟ موجود بره. طب ممكن تأمر لنا ان انا اقعد معاه نتفاهم سوا؟ نتفاهم على ايه؟ بص يا امير، انا هعمل محضر زيه وهاخد حقي منه. طيب يا اميره من فضلك اهدي شويه. عاجبك كده؟ لا يا باشا مش عاجبني، بس انا برضو مش عاجبني بصراحه ان يتعمل فيها كده وعادي يعني. ما تهدى يا استاذ، في ايه؟ واضح ان انت هنا مش بصفتك محامي، في حاجه تانية. حاجه تانية يعني انت تقصد ايه؟ والله ما يقصدش. انت مش سامع؟ ما يقصدش. اتفضل يا باشا كمل اجراءاتك. استغفر الله العظيم يا رب. هو فعلا استغفر الله العظيم يا رب. بس بقى اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا، اتفضل يا باشا. منورنا يا استاذ سليم. ده نورك ربنا يخليك. استاذن حضرتك نركب معاك؟ اتفضل. دي اول مره تشرفنا في البرنامج. بس مش اخر مره يعني. طيب تحب ان احنا نتكلم عامه عن شغلك ولا نتكلم تحديدا عن الحمله بتاعت مد ايدك؟ نتكلم يعني بقى. بشكل عام اعتقد ان شغلي ما يهمش الناس قوي كشركه حراسه وتامين يعني خلينا نتكلم طبعا عن الحمله الخيريه اهم بكتير، وده سبب وجودي النهارده معاكي. اوكي. على فكره انا بتابع البرنامج بتاعك متابعه غير طبيعيه، 11:30 ل 5 يوميا، صح؟ بجد؟ طب وايه رايك، البرنامج عاجبك؟ برنامج نمره 1 في البلد. شوفي برنامج مهم، بيتكلم عن الحقائق، بيظهر الحقيقه، بيدي الناس حقوقها. ايه ده؟ اسف معلش. طب معلش ام سوري، ممكن تعمل التليفون سايلنت؟ انا ممكن بس ارد وبعدين طبعا. الو. ايوه يا سليم، انت فين؟ ايه؟ الولد شكله غريب، مش عارفه ماله. تعالى. لا ايه؟ تلفزيون ايه؟ طيب مساء الخير عليكم. الجمعيات والمنظمات الخيرية بقى ليها دور كبير قوي في الفترة الأخيرة، وفي بلد زي بلدنا عندها مشاكل كتير في مجالات كتير زي الطب والتعليم وحاجات تانية كتير. ما نقدرش أبدا ننكر دور الجمعيات دي. احنا النهاردة معانا ضيف، رجل الأعمال سليم الخواجة، مؤسس حملة مد إيدك اللي ليها فعاليات كتير قوي في مكافحة الفقر وتوفير فرص عمل جديدة. خلينا نرحب بضيفنا النهاردة سليم الخواجة. أهلا وسهلا. اهلا بيكي وبشكرك على المقدمه الرائعه دي. أهلا بيك معانا. أستاذ سليم، كلمنا عن حملة مد إيدك، اتأسست إزاي وإيه دورها بالظبط؟ تمام. حمله مد ايدك حمله خيريه لمصر بلدنا الحبيبه، اتأسست على يد رجال أعمال شرفاء وأنا واحد منهم. اجتمعنا على هدف واحد وهو العطاء بلا حدود، لا أكتر ولا أقل.